أو ستكون اليوم ورشة عمل، أي أننا لن نكمل الحلقة في الاستديو، سنذهب إلى الميدان لأننا سنتكلم عن الوضوء الارتماسي الذي يجهله كثير من الناس. وهناك الوضوء السياسي والوضوء الانكلاسي والوضوء كلهم. فابقوا معنا حتى لأن الدين لا يكون بالمحاضرات فقط، يجب أن تكون هناك ورشة عمل. فهلموا معنا إلى الوضوء الارتماسي، وهو وضوء كيف تتوضأ حتى يكون الأجر أكثر فأكثر فأكثر. الحق بعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتقلنا نحن وإياكم إلى هذا المكان الرائع والنسيب، وكما جاء في كتبنا وفي الروايات أن سيدي قال: نسمع علينا الهوى من مفرق الوعد، يا هوى تخلي الهوى خذني على الارتماس. هذا هو الوضوء الارتماسي. وكمان سنشرح لكم أنه غير الوضوء الذي نعرفه وهو الوضوء الترتيبي، اليدين ثم الوجه، لا، هذا يسمى الوضوء الارتماسي. كيف الوضوء الارتماسي؟ تبدأ من ها هنا، تغمس يدك هكذا أنا مش متعود على الوضوء من أصله هكذا. هذا وضوء ارتماسي. وهذه تفعل بقى يعني مطلع، يعني حراف. ثم الوجه كيف تفعل الوجه؟ يا الله استرنا، من أعلى إلى أسفل، مخرجة كم المهم أنا فعلت مكياج، خايف يبوظ المكياج علي، فالمعذرة منكم. هذا يسمى الوضوء الارتماس من هنا إلى ها. نجربه على الله بالله. هكذا الوضوء الارتماسي من أعلى إلى أسفل. وأجره كمن حج واعتمر 17,857 مرة. هناك وضوء آخر وهو الوضوء الاختلاسي. الاختلاسي أن تختلس يدك خلسا. هناك وضوء المكياج، يسمى وضوء المكياجي، يسمى الوضوء المكياجي، وهو جاء في الروايات: من تمكيجت وترنجت وتعنحجت وجاء وقت الصلاة وهي مفسخة فعليها الوضوء المكياجي. كيف؟ هكذا 3 مرات، ثم هكذا 3 مرات، نفش، ثم هكذا ثم ثم يا سلام هكذا. والله انك سهلك علي، الله يسهل عليك. نعم. واذا كانت ستتاثر فاعملي هكذا. رأيتي؟ هذا يسمى المسحجاني، الوضوء المسحجاني، كذا من بعيد لبعيد. نعم. ثم كذا وتمسكي حق وش هكذا، ثم تنظري حولك. تمام. الله يحفظك يا معرجاني. مع سلامة الله يا حاج. الوضوء الارتماسي شنو؟ تدري أنه بعض البيوتات وبعض المساجد وبعض الأضرحة توجد فيها أحواض، توجد فيها شنو مولانا؟ أحواض كبيرة. فأنا ما أريد أتوضأ وضوءا ترتيبيا، أريد أتوضأ وضوء ارتماسي. الوضوء الارتماسي هذا شنو؟ جديد هذا شنو؟ الوضوء الارتماسي أنوي الوضوء، نويت أن أتوضأ وضوءا ارتماسيا قربة إلى الله سبحانه وتعالى، لأكون طاهرا قربة إلى الله سبحانه وتعالى. أبدأ بغسل الوجه، أغطس وجهي، مو هيك يعني غمت، يعني مو طمس، لا، أغطس وجهي منين؟ من الأعلى إلى وبعدين أغطس إيدي اليمنى من المرفق إلى الأصابع، هي سحب من الأعلى يعني إلى الأسفل، والثانية بعدين همين من الأعلى إلى الأسفل نفس الطريقة. هذا شو يسمونه؟ وضوءا ارتماسيا، ونبدأ به أنا وأنتم إن شاء الله تعالى. نويت أن أتوضأ وضوءا ارتماسيا، نويت أن أتوضأ الوضوء الارتماسي قربة إلى الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. هيك إخوان، من الأعلى إلى الأسفل بهاي الطريقة أعيدها لكم إن شاء الله. هاي غسل الوجه، ثم غسل اليد اليمنى من المرفق إلى أطراف الأصابع بهذه الكيفية أخوان. وارفع إيدي، أعيد وأرفع إيدي. خوش حبيبي.